السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح النشاط والورد والياسمين والرزق على أطيب قلوب في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وأحسن حال. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد مختلف. مستنية رأيكم كاتي في التعليقات. وشكرا لكم جدا على الدعم وعلى التشجيع وعلى الدعاء وكل اللي بيقول لي أفكار جديدة وكل اللي بيشوف فيديوهاتي. جزاكم الله ألف خير ولكم بالمثل الدعاء إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم جدا يا حبيب قلبي وربنا يتقبل منا ومنكم امين يا رب العالمين. انا صحيت بقى كده الصبح بدري كده انا واحمد كده ورحنا بقى السوق. كان كلهم بقى كان لسه نايمين. ويعني بقى يوسف بقى يا دوبك هو ما نامش الا الصبح، يفضل بقى طول الليل بقى سهران لحد الصبح. إنه خلاص امتحاناته بقى الاسبوع الجاي. دعواكم يا حبيب قلبي. ربنا يوفق اولادنا كلهم امين 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 يا رب العالمين. ويا رب يكرمكم يحقق امانيكم كلكم يا رب. كل اللي نفسه ولاده يطلعوا دكاتره او مهندسين وكل النفس في حاجة ربنا يحققها له آمين يا رب العالمين. ربنا مع أولادنا كلهم. وابن أحمد بقى بيتعود بقى يصحى بدري إن كان امتحاناته لسه ده بقى خالصة يوم الأربع، فبتعود بقى يصحى بدري وكده. دلوقتي هقول لكم يا حبيب قلبي أنا جبت إيه. ده 2 كيلو بطاطس. الكيلو ب8 جنيه. وهنا جبت بقى العيش عشان أعملهم بقى جزنهم بقى الفطار أول ما يصحوا كده عيش كده يا حبيب قلبي. وهنا بقى جبت إيه. هنا الطماطم بقى بحب بقى اجيبها بزيادة عشان قضينا بقى كده الاسبوع كله. طماطم ب5 جنيه. جبت 6 كيلو. هصربهم بقى عجباني قوي اللي هي في شنعود دي، اول ما تقوم زقرود هتشوف هتشبط فيها. هصربهم بقى خل بقى اللي هي ناشف لوحده والطري بقى هستعمله الطبيخ في الاول. والباقيين بقى في الكيس التاني اهوت يا حبايبي. والكيس هنا ما قضاش فحط بقى. حط له بقى الميزان هنا هنا تبقى البامية بقى النار مرتفع قوي. 35 و25. بس انا الصراحة احنا بنجيبها ما بنعملهاش كتير، هي مرة مرتين كده عن نفسي كده وخلاص. جبت كده نص كيلو ب25. هنا بقى هي الملوخية. جبت كده ربطتين ملوخية. الربطة كده ب3 جنيه. هاتي يا حبايبي. مش عارفة. مش عايزة تطلع من الكيس. اهيتي. وكمان بقى جبت بقى بتنجان مخلل، اهم حاجة بقى بتنجان مخلل. آه، جبت بتنجان مخلل. انا جبت بتنجان عشان اخلله. لخبطت الدنيا في بعض. لازم احنا جنب اكله لازم طبق بتنجان المخلل. وطبق كمان جبت ليمون بقى عشان بتنجان المخلل لازم تحط له ليمون. فجبت كده نص كيلو ليمون. الليمون يعني الكيلو ب10 جنيه. وجبت ب5 جنيه بقى دي عجينة الطعمية عشان الفطار. وانا بقى البتنجان الكيلو ب5 جنيه. بتنجان رومي جبت 2 كيلو. وفلفلايه دي انا حاطه كده يعني كملت الميزان يعني. وانا بقى جبت كيلو فلفل. 5 جنيه برضك. فلفل رومي. وكله ب5. الفلفل رومي فلفل شطة. والبتنجان برضك بتلاقيه كله ب5 ده. وجبت كمان بقى جبت بقى جزر. جبت نص كيلو جزر عشان عندي بقى بسلة كده حطها في الفريزر. جبت كده نص كيلو جزر عشان لو عملت مرة. والجزر كله ب5 جنيه جبت نص. والكوسة ب10 جنيه جبت نص كيلو. وهنا بتنجان بقى العروس. جبت كيلو ب5 جنيه برضك. هنا بقى جبت كنتالوب. جبت لهم كده كيلو ب10 جنيه يا حبايبي. هنا بقى اللي ارتفع مرة واحدة كده نار كده الثوم. يعني رغم ان يعني الجديد لسه طالع الجديد يعني المفروض يبقى الثوم كتير ويبقى سعره كويس. مش عارفة ارتفع مرة واحدة. كيلو ب40 جنيه وانا جبت كيلو. وجبت كمان كيلو بصل. كيلو كده ب7. نخش بقى على التقيل. نخش على التقيل. نخش على العقبة الهام. القنبلة. مش عارفة نسميه ايه تاني بعد كده. اللحمة الزفر. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. طبعا انا جبت الفرخه دي مش هعملها مره واحده. الصدر هعملها لوحديها بانيه كده
واخد بقى الاكتاف والوراك اعملها كده لوحدي، انا هقسمها كده، ممكن اقسمها على 3 كمان. جايبه الفرخه كده 2 كيلو وكيلو ايه ب65، وجبت وراك، جبت وراك كيلو عشان احمد طلب مني فراخ كنتاكي، فجبت له كيلو، كيلو 75. دلوقتي كده انا كنت بعمل لهم كده صينيه كنافه، حطيت كده كوبايه سكر على كوبايه ميه وعصره ليمونه، وعملت ايه الشربات، غلي غلوتين وقفلت عليه. وده بقى القشطه الكدابه او المهلبيه، فحطيت كده كوبايه لبن وعليهم كوبايتين نشا، وكوبايتين سكر، وكوبايتين دقيق، وقلبتهم كويس وسبتهم خدوا غلوتين كده وتقيل معايا وقفلت عليه. دلوقتي بقى الكنافه دي حوالي يعني ربع كيلو، حطيت عليهم الزبده يعني حوالي تلت كوبايه سمنه، قطعتها صغير وقلبتها كويس، وحطيت بقى في القعر كده نص الكنافه، وحطيت بقى عليها القشطه في النص، وحطيت بقى الطبقه التانية، بس ما تضغطيش عليها قوي عشان هي القشطه ما تطلعش منك. ودخلتها الفرن، طبعا انا بحطها في الدرجه التانية، متحطيش الحلويات ابدا على البلاط عشان متتحرقش منك. وقلبتها بقى عشان احط لها بقى العسل، طبعا الشربات يبقى تقيل وبارد، والكنافه تبقى سخنه. زقرودة هي صحت بس لسه بقى بتتوب، لسه يعني ما سهلتش قوي. قلبتها كده تبت، واحط عليها بقى العسل، وهغطيها عشان تفضل معايا طريه. دلوقتي بقى جبت كده الفراخ بقى عشان اغسلها بقى غسله بقى كده تمام. ابدا كده اغسل بقى الفراخ واقطعها كده واشيلها في الفريزر، و واروق الدنيا حواليا كده، واعمل بقى المواعين وبتاع، واظبط الدنيا حواليا، وفي الاخر بقى قبل ما اعمل الغدا وكده. دلوقتي بقى جبت الفراخ بقى كده بنقيها كده، كان في بواقي ريش في حاجه بحوشها، وجبت الدقيق ده يعني فظيع، بيشيلك الزفاره يعني جميل جدا. ادلكها كلها كده بالدقيق، وننزل كمان اللي وراك واعملها، واشطفها بقى كمان كده، اغسلهم كده كام مره. دلوقتي كده انا كنت اشوف اللي وراك لو يكون فيها حاجه، ومنضفها الاول كده قبل ما اغسلها. دلكتها بقى كويس كده هنزل بقى اشطف بقى كام مره كده ولسه كمان احط لها الليمون، واسيبها تتنقح تاني بالليمون شويه، وبعد كده بعد اشطفهم برضك كام مره كده بعد ما انقعهم بالليمون يعني كده. كده بقى تمام. هجيب بقى الليمونه كده قسمتها نصين كده الليمونه مش بحطها بالميه كده واسيبها، لا، بحب امسكها كده وادلك بقى كده الفراخ كده تدليكه كده كمان تمام. دلكها كلها كده تحس بقى تمسك بقى حته الفرخه وتشميها كده تلقى ريحتها كلها ليمون. هسيبها بقى تتنقح كده وبعد كده هشطفهم كام مره وبعد كده اشيلهم. دلوقتي كده انا جبت خلطه الصابون الجميله دي جدا، سوبر ميكس، بيعمل 8 لتر، موفر جدا جدا، معجون صابون جميل جدا. احسن بقى ما الواحد كان بيجيب صابون سايل، بجيب ب5 جنيه بيقضينيش 3 ايام، دي ممكن يقعد شهرين ولا اكتر، موفر جدا. هفتحه معاكم بقى واعمل معاكم الخلطه حبيب قلبي. احط بقى كده الطبق اللي احط فيه كده الصابون، هملاه كده ميه. هو الطبق ده هيشيل حوالي 8 لتر، وطلع فيكم كده كيسين، كيس كده فيه كده عامل زي الصابون كده ابيض كده وتقيل كده والكيس التاني كده عامل زي الرصه كده اللي هو اللبني ده. هفضهم الاتنين بقى واقلبهم كويس جدا واضربهم كويس جدا. وما شاء الله كمان كل ما بيقعد بتلقى كده يعني بيتقل معاك، كل ما بيقعد بيتقل اكتر. انا حاولت كده اقرب عشان يبقى باين معاكم اكتر. هحط لكم كده قريب شويه، بعدل كده المكان واقربه لكم شويه. قلبت كده الابيض كده وهفتح بقى الكيس التاني اللبني عامل زي الربسو ده، وجميل ورغوته جميله جدا. شوفوا رغوته دلوقتي عملوا لكم دلوقتي مع المواعين، رغوته احسن من الصابون العادي. شوف يا دوبك انا بقلب حاجه بسيطه بلقى الرغوه دلوقتي بقى جبت كده جوز براطيم او الجراكن، ده اللي هحط فيهم بقى الصابون، هي كل واحده تشيل 4 لتر يعني على قدهم. بس بقى الجيركن التاني مش هملاه يعني كله، عشان هحط شويه في الجيركن اللي قدامكم الصغير ده، عشان ادعك منه يعني، دي اللي بستعمل منه على طول.
وشركانين بعد عم حطيت فيهم الصابون اللي فاضل وشلته. عايزة بقى المواعين ما شاء الله يعني ايه، بيرغي وجميل جدا، يعني حلو اوي البتاع ده، موفر وكمان جميل. يا رب النهارده كده الفيديو كان عجبكم كده ان شاء الله كده فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كده احاول كده انوع في الفيديوهات. ربنا يخليكم ليا يا حبيب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب ويديكم على قد نيتكم الطيبه دي، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا عملت بقى الكوبايات الاول كده بتاع المشروبات، هبدا بقى اعمل بقى حبه الاطباق. ده بقى المواعين يعني اللي كان فاضلين ايه، مواعين الفطار يعني وكده. وفي حبه بتاع العشاء ما قدرتش الصراحه اعمل بتاع العشاء، فعملتهم مع الفطار. هو بقى الدنيا كده قبل ما اعمل الغدا. طبعا يعني ما كنت الواحد الدنيا بكركبه حواليه كده ما يعرفش يعمل حاجه خالص. اروق الدنيا وبعد كده بقى ابدا اعمل اللي ورايا. الاكله كمان اللي انا هعملها النهارده سهله جدا، ما تاخدش وقت. بس انا مش هنزلكم في الفيديو ده، هعمل لكم في فيديو واحد بقى ان شاء الله، عشان هي الفيديو خلاص بقى طويل قوي يعني. يعني اكله الكل بيحبها، خصوصا الاطفال يعني بتعجبهم جدا. ايوه انا قلت انت دلوقتي كده عرفتوا ايه هي. انت عرفت ما قلت لكم هجيب وراك اعملها تنتاك لاحمد. يعني هنعمل النهارده تنتاك ان شاء الله. كده انا كده خلاص، كنت قربت كده اخلص بقى كده المواعين. واللي وصل في الفيديو لحد هنا اشكركم جدا جدا، جزاكم الله الف خير. ما تحرمش منكم يقطع قلوب في الدنيا. ما تنسانيش بتعليقاتكم الجميله ورأيكم وكلامكم الجميل اللي بيشجعني بيخلينا استمر. كده انا خلصت كده مواعين بقى اخلصها واشطف كده الحوض. الدنيا بقت تمام حواليا خلاص. استنوا فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. واترككم في رعايه الله وامنه، مع الف سلامه في رعايه الله.